لا هو احنا نشوف المشترى من هنا. البلكونه دي قبل يا ستي. قالت له يبقى ده كوكب الارض اكيد. قال لها جدع. طب وايه اللي منور هناك ده؟ قالت له اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي. قال لها ايه؟ قالت له مش ده القمر؟ قال لها ايوه. قالت له خلاص يعني هو اللي بيتفرج على الفيديو يعمل لايك ويشترك ويفعل الجرس. قال لها كلام زين والله. وبنشوف امها وهي امان. وبعدين تاني يوم بنشوف جوزها وهو بيتفرج على بنته بتلعب قدام البيت، وما بيبقوش لابسين اقنعه ولا اي حاجه، ولا كاننا في العجمي مش في المريخ. وبتكون برضه بتلعب بالكره وتحدفها وتنزلها تاني، ولا كاننا في الارض عادي. والاب بيتفرج عليها وهو بيبص حواليه وشكله قلقان. وبعدين بيروح للمغرب كده وريمي قاعده بتبص حواليها ومش بتلاقي ابوها حواليها خالص، وبتبص تاني بالمنظار حواليها ولا اي حاجه برضه. وبتلاقي امها قاعده في الحظيره بترعى اليهود، قصدي الخنازير. وبعدين بتقعد تصرخ وتندى على ابوها يمكن بيسمعها ويجي، ولا حياه لمن تنادي ولا حد بيرد عليها. وبتقرر تروح تدور عليه هي حوالين البيت، وبتتمشى على مسافات في دايره حوالين البيت. بس لما بتوصل لمكان معين امها بتندى عليها وتقول لها انها كده وصلت لابعد مسافه ممكن تتحركها بعيد عن البيت. وتخش البيت وتفضل قاعده قدام الازاز لحد ما الدنيا تضلم خالص، مستنيه ابوها وبتتفرج على الصحراء يمكن تلمح حاجه. بس الدنيا بتضلم وبتلاقي انها مش شايفه حاجه، وبترجع مع امها وتقعد تذاكر حساب معرفش هتستخدمه فين هنا، بس تمام يعني. وبعد ربع ساعه بتحاول تجمع رقمين، الحمد لله بتسمع صوت بره وتجري على الباب، وهي بتندى على ابوها اللي قلقت عليه لانها مش متعوده يغيب كده. وبعدين بتلاقيه متبهدل وكانه كان في حرب ومطرب ومعاه بندقيه، وبتخاف تتكلم بس امها بتدخل معاه جوه وبتقول له مش انا يا عم قلت لك. وبعدين قال لها وطي صوتك واهدي البنت بره وسامعه. قالت له انا قلت لك احنا مش عارفين احنا منين ولا فين، ولازم ناخد بالنا من اللي حوالينا كله. قال لها خلاص بطلي نواح واهدي مفيش اي حاجه، انا اروح احط ريمي في سريرها ونايمها. وريمي لما سمعت ده جريت على اوضتها وطلعت على السرير، وابوها جه وراها وقال لها في ايه؟ قالت له انا خايفه في ناس غريبه حوالينا هنا. قال لها لا ما تخافيش مفيش حد غريب مننا هنا، يلا نام ولا اول ما امشي هتيجي ورايا. قالت له معرفش لسه. قال لها لا خليكي هنا علشان لو جيتي ورايا احلق لك حواجبك. قالت له لو عملتها افضل وراك لحد ما تطول تاني. قال لها هنمسكك هيلا بيلا انا وماما ونحطك في اوضه الخزين. قالت له لو عملتها ولع البيت وانت نايم بالولاعه اللي مع امي. قال لها لو عملتيها هرميكي بره البيت. قالت له هستنى اما تنام واجي اغرق وشك بالبول. قال لها شفتي بقى محدش يقدر يعمل لك حاجه، انت شرانيه خايفه من مين بقى؟ يلا نامي وما تخافيش اسيب لك النور شغال. قالت له يا ريت، وسابه وخرج. بس بالليل بتحس ريمي بحاجه غريبه، ما بتعرفش تنام وبتكون لسه خايفه برضه، وبتقرر تروح لهم الاوضه. واول ما بتندى على ابوها بيصحوا هما الاثنين وبيقعدوا بره سوا ومعاهم جيتار، وبتقعد تغني لهم الاغنيه اللي اتعلمتها جديد. وبعد ما بتخلصها بتقول له امها تغني لهم، وبنعرف ان امها شاطره في الغنى بالجيتار وبتقعد تغني لهم. وريمي بتقعد في حضن ابوها تسمع الاغنيه وهي اخر مزاج بعد ما صحت البيت كله علشان هي خايفه. وبعدين بتقول له امها انت شفتي حوت قبل كده؟ قالت لها لا. قالت لابوها وانت؟ قال لها برضه لا. قالت له طب شفتي فيل؟ قال لها لا. قالت له امال انت كبير وعجوز كده وشفت ايه؟ قال لها شفت كلاب، بس الكلاب دلوقتي بقت مختلفه خالص عن كلاب زمان، بس عامه يعني احنا محظوظين قوي بالمكان ده. ريمي قالت له ليه يعني اشمعنى؟ قال لها عشان هيبقى في يوم من الايام زيه زي الارض. وبعدين بتروح امها تحطها في السرير وتقول لها يا ريتني اتخمت بقى يا ستي وما تجيش تاني عندنا بقى مش عندك اوضتك. وبعدين بيسيبوها تنام وبيطلع النهار، وبنلاقيها نايمه وسطهم برضه ولا كانهم سيروا معاها طول الليل علشان تنام. وبتصحى وبتقوم من وسطهم وهم نايمين وتخرج بره للمكان اللي فيه الشباك الكبير في اوضه المعيشه، وبتلاقي مكتوب عليه بالدم امشوا. وبتصرخ وتنادي امها، وامها بتركز وتاخد بالها ان الكلام ده مكتوب بالدم. وبعد شويه تتنيح بتندق جوزها بصريخ، وبيخرج الراجل من جوه بعد ما قطع الخلف وهو معاه بندقيه، وبيبص على اللي مكتوب ويتنح هو كمان. وبتقول له مش قلت لك؟ قال لها بس يا وليه اكتمي حسك. وفضلت تنوح وهو يسكتها، وبنتهم مش فاهمه اي حاجه، وبتقول لهم ايه اللي بيحصل بس ما حدش بيرد. وبعدين بيفضل حرفيا 5 دقايق قاعدين في صمت بلا هدف، كلهم واقفين جنب ابواب وشبابيك البيت بيراقبوا الدنيا بره، بس مش بيبقوا قدام الازاز علشان ما يتشافش مكانهم او حد يضربهم ويقتلهم من الباب او الشباك. والبنت كل شويه تقف جنب حد منهم يمكن حد يكبر بخاطرها ويقول لها في ايه. وبعدين الاب بيتضايق وبيقعد يصرخ ويقول اظهروا بقى انتوا هتخوفونا ولا ايه. وبعدين بعد حبه حلوين كانوا زهقوا والبنت قعدت في ركن وهي ساكته. وبنشوف الام راحت للاب وبدا يحضنها ويقول لها ما تخافيش، احنا اتفقنا من الاول طول ما احنا هنا نعمل ايه هنفضل قاعدين وساكتين وكله هيعدي
هتعدي ان شاء الله. والبنت استغلت فتره المشاعر والاحاسيس دي وفتحت الباب وبصت بحذر بره وما لقيتش حاجه، وبعدين خرجت وراحت ناحيه مزرعه اليهود قصدي الخنازير، وبعدين بنعرف انهم سرقوا يهودي من المزرعه قصدي خنزير، وان الدم اللي كان مكتوب بيه ده كان دم، وخدت هي ازازه لبن للتاني علشان يشربها علشان هو لسه صغير علشان ما شربش النهارده. بس بلاقي الام خدت بالها ان بنتها مش موجوده، ما هي ما كانتش فاضيه، كانت بتتباس وبتندى عليها بصوت عالي من على الباب. وبعدين ريمي بتاخد بالها ان في ناس بتتحرك جوه المزرعه وخارجين بره ليها، وبدات تجري بسرعه ناحيه البيت وجري وراها، وفي الوقت ده ما كانت بتجري ناحيتها برضه. ابوها لف وخرج من الباب اللي ورا وضرب واحد من اللي بيجروا بالنار قبل ما يمسكوا البنت، وراح بعد كده ضرب التاني بس ما جاتش فيه. بنلاقي الام وصلت للبنت الحمد لله وضربت اللي بيجري وراها ومسكت السكينه وضربتها كذا مره، وبعدين الاب بيجري عليهم ويقول لهم خشوا جوه بسرعه، وبتاخد البنت وبتدخل جوه، وبيلاقوا لسه بيتضرب نار عليهم. راح الاب قال لها ريمي معاكي وانتوا في امان؟ قالت له اه. قال لها طب عينك على التل؟ قالوا له اه في واحد هناك لسه. قال لها واقف عند الشمس؟ قالت له اه. وبعدين بيلف الاب وبينشن عليه ويضربه، وبعدين بيخش لاسرته ويقول لهم خليكم هنا، اللي ضربته في الاخر ده اتصاب ما ماتش. قالت له دول 6 انت هتعمل ايه قصادهم؟ قال لها لا هم 3 بس وبيغيروا صوتهم واحنا كده قتلنا 2. وبيجهز السخيره بتاعته وبيخرج من البيت وبيقول لها تخلي بالها من نفسها ومن البنت، وتقفل الباب اللي ورا، وبعدها الام والابنه بيخرجوا يتفحصوا الجثث اللي بره ويشوفوا معاهم حاجه مفيده ولا لا. وبتبص ريمي للست المقتوله وبتحفظ صورتها في ذاكرتها، وبعدين بيخشوا تاني البيت وبيفضلوا باصين من الشباك شويه يمكن الاب يظهر، وبعدين الام بتحس ان وجودهم جنب الازاز خطر وسهل يتلقطوا، وقررت تخش تقعد في اوضه البنت، وبنعرف انها غطت شبابيك الاوض بالمفارش وفضلت تحاول تطمنها بس على مين. البنت مش هتطمن لان الام نفسها مش مطمنه، وبعدين البنت بتقول لها عايزه اخش الحمام، وخرجوا وبداوا يتحركوا بحذر في البيت لان الدنيا ليلت وهم مش شايفين حاجه بره، وبعدين سمعوا صوت خروشه بره وجريوا ودخلوا اقرب اوضه ليهم وقفلوا على نفسهم. والام قالت لريمي تعالي استخدمي الجردل ده مؤقتا معلش، واستخدمته وهم قاعدين. فجاه نور البيت كله اتطفى وبقى البيت كح واتخضوا، بس الام طمنت بنتها وقالت لها عادي عادي الطاقه في البيت باظت بس الطاقه الاحتياطيه هتشتغل للصبح وربنا يحلها ما تقلقيش. وفضلت حضناها وطفوا الكشاف علشان محدش من بره يعرف يشوفها. والام راحت وقفت جنب باب الاوضه وهي قلقانه خايفه تخرج، وراحت نايمه هي وبنتها تحت الرخامه اللي جنب الازاز علشان محدش يشوفهم لو جه النور او النهار طلع. وبعد ما بيصحوا ما بيسمعوش حاجه ولا بيتغير حاجه، فبيقرروا يخرجوا بحذر شديد. وبيكون الام معاها السنجه اللي سرقتها من الناس اللي هاجمتهم امبارح، وبتخرجها قبلها وبتتحرك بحذر وتروح اوضه المعيشه وتبص من الشباك، بس مفيش اي حاجه بره خالص. بتلاحظ بس ان الخنزير اتفك وخرج وخلاص، كانت شبه اطمنت لانها عرفت مصدر الخروشه اللي ظهر امبارح، لحد ما بنلاقي ريمي بصه لواحد واقف قصادها وفي ايده سلاح وبتنادي امها اللي بتتخض وبتبص على رجله وتلاقيه متصاب فيها وفي ايده بندقيه، وبتعرف ان كده جوزها الله يرحمه خلاص. والراجل بيقول لها المكان ده بتاع ابويا وامي، انتوا عملتوا فيهم ايه ولا سالوا عليا او قالوا لكم حاجه عني؟ قالت له يا ابني يعني انا بقى قاعده في بيتي كافيه غير شري وتيجي انت تقتلني وتقعد وتقول لي ده بيتي؟ ده شغل العالم واليهود مع فلسطين باين عليه. قال لها بقول لك ايه فكك من الرغي ده، انا مش فارق معايا ابويا وامي راحوا فين ولا قالوا ايه، انا جاي وناوي اقعد هنا مش همشي ولا هروح في حته، فتقدري تاخدي بنتك وتمشي وتخرجوا بره يلا، خليكم على مرمى بصري وبره مش هيبقى اوحش من هنا كتير عامه. وريمي كانت خلاص هتقطع الخلف بسبب اللي بيحصل ده، وامها شالتها وخرجت بيها من البيت تجري. لما بعدوا شويه قال لها ما تنسيش خليكي على مرمى الرؤيه بتاعي، ما تغيبيش عن فوق التل. وبتستغل الام الفرصه وبتقول لريمي تفضل مكانها هنا، وهي بتيجي من ناحيه البيت قبل ما يشوفها وبتدور على سكينه في الدرج وبتحس انه جاي وبتستخبى جنب الباب بالظبط. خلاص بقى هي حريصه قوي بروح امها، واول ما دخل راح ساحبها من شعرها ورميها على الارض وقال لها بقول لك ايه اتلمي كده انا اصلا ممكن ادفنك في ثواني، عايزه تموتي وتسيبي بنتك الصغيره معايا لوحدها. وبعدين بتجري ريمي ناحيه البيت لما بتسمع صوت خبط وبتتصنط عليه، والراجل بيقول لامها انه ما عندوش مانع يقتلها بس هو ما عندوش اي مشكله معاها، عايزه تعيش هنا وتاخد فرصتها في الحياه اهلا وسهلا. هياخد منها الاسلحه دي وهيديها 30 يوم مهله، لو ما عملتش حركه عبيطه زي اللي كانت عايزه تعملها دلوقتي دي يبقى اهلا وسهلا بيها وهتكمل حياه هنا، عملت حركه من دول يبقى هتزعل وتموت وقتي. وبعدين بتقول له ماشي بس عايزه ادفن جوزي، وبيروح ياخد
الشر ارض الله واسعه. قالت لها ارض الله ايه اللي واسعه يا بنتي بس الله يهديكي، وراحت واخداها وراحوا قعدوا في البيت. وريمي بدات تعدي الايام المهله اللي جيري اداها لهم علشان يختبرهم فيها، وبترسم على لزاز واحد علامه على اول يوم يعني، وبتبص على هدوم جيري المنشوره بره وهي بتتامل شكلها الغريب لان هدومهم ما كانتش نفس الشكل. وبعدين بنشوف جيري وهو بيستحمى بره والام بتطبخ جوه وبتحاول تدور على سكينه بس بتعرف انه خد كل السكاكين ويخباهم. وبنشوفهم بعد كده في المزرعه وكل واحد فيهم بيعمل حاجه، وريمي بتتابعه بعينيها ولما بيدخل الاوضه بتحب تعرف هو هيعمل ايه، وبتطلع على سطح الاوضه وتراقب من الازاز اللي فوق وبياخد باله بس بيعمل نفسه عبيط. وبعدين بتشوفه وهو بيخبي اسلحه ومذكرات وكتب وحاجات كتير في سرداب تحت الاوضه، واول ما بيمشي بتنزل وتشوف هو مخبي ايه وتفتح الكتاب وتلاقي جواه كلام كتير وصوره مرسومه، وبتعرف انها صوره الست اللي امها قتلتها واتحفظت في ذاكرتها، وكان تقريبا جيري راسم الست دي بنفسه بيحبها. وبننتقل للبيت وجيري بيكلم الست وبيقول لها انه مولود هنا من وهو صغير وعاش هنا وقضى كل ايامه هنا، ويقدر مع الوقت يقوم المكان ده على رجله تاني ويرجعه زي الاول واحسن، بس لازم تساعده على قد ما تقدر وهو هيروق عليه. وبيقول لها ان خلاص الميه الحنفيه دلوقتي بقت شغاله لو حابه تستخدميها، وكل ده وريمي قاعده بتتصنت في هدوء كعادتها. وبعدين بنشوف الام بتروق مخزن بره البيت وفي صندوق شالته وحطته على الارض، ولفت علشان تجيب صندوق تاني بس لقت الاولاني مش موجود. تنحت ثواني وبعدين عرفت انه بيتحرك وشافته وهو بيتحرك لبره، واول ما وصل للارض الترابيه شافته بطل يتحرك على العجل وطلع له رجول وبدا يجري ناحيه ريمي، وهي خرجت وهي بتندى على بنتها وبتجري ناحيتها، وجري جري وراها وقال لها ما تخافيش ده مش موزي خالص. قالت له اوعى ايدك كده انت هتصاحبني ولا ايه ما تلمسنيش. وريمي وقفت قدام الصندوق الحديدي ده وفضلت بصله بفضول الاطفال الجميل ده، وقالت له ده اسمه ايه ده؟ قال لها ملوش اسم ده مجرد اداه، وقربت ايديها منه بس خاف واتبسطت انه فاهم وشايفها وفرحت ان حد هيلعب معاها. وبالليل بتقول له ما ينفع اروح العب مع ستيف؟ قالت لها ستيف مين؟ قالت لها انا سميت الروبوت اللي بيتحرك ده ستيف. قالت لها ماشي روحي. وبعدين جيري بيقول لها تسلم ايدك يا ام ريمي والله اكل جامد هاتي طبقك اغسله. وبعدين بيحاول يتكلم معاها قالت له حل عني ومالكش دعوه بيا. وبعدها بتقعد ريمي تلعب مع ستيف وترمي له الكوره وتقول له يلا هاتها او احدفها لي. وبعدين جيري بيقول لها بنت جميله ما شاء الله. قالت له بقول لك ايه يا ابني مالكش دعوه ببنتي وخلي بالك انا ما قتلتش امك، انا وجوزي لما المواصلات اتقطعت بره المجره لقينا نفسنا هنا، ولما جينا امك كانت ميته اصلا وبعدين ابوك استضافنا عنده، بس لما كنت حامل في الشهر السابع لقيته حاطط سلاحه وموجهه لينا وبيقول لنا اطلعوا بره وفضل يشتم وافتكرنا من الارض، رحت ذبحته بالسكينه في ساعتها، فما تفكرش انك هتقدر تاذي بنت، حتى لو جبت سلاح وفرغته كله فيا هتلاقيني برضه بعدها قمت وقتلتك وانتقمت منك. وبتعدي الايام في ملل، وانا لو بتفرج في السينما كنت اقوم امشي بس خليها علينا. وبنشوف جيري جاي لريمي في الحظيره في مره وبيقول لها ما شفتيش ورقه ضاعت من المفكره بتاعتي؟ قالت له لا. قال لها اصل ممكن يكون ستيف خدها او ضيعها او كده. قالت له ما اعرفش. قال لها ماشي عامه لو شفتيها معاه قولي له اني ما عنديش مانع انه ياخدها ويخليها معاه. قالت له يوصل ان شاء الله. وبعدين بتلاحظ كل شويه ان جيري ده بيلاغي امها او بيتكلم معاها، ولاحظت ان امها بدات تنسى ان ده قتل جوزها. وفي يوم كانت قاعده ولمحت امها في المزرعه بتاعت النباتات ولقيته بيقرب منها وبيحاول يتحرش بيها. امها ما حاولتش تقاوم وراحت معاه، لسه ما ربعنتش حتى ونسيت جوزها، نسوان اخر زمن والله. وريم اتضايقت وحست بالخيانه وحست انها من غير ام وقررت تمشي، وفعلا لمت حاجاتها في امان الله ومشيت في هدوء، وستيف خد باله وفضل وراها، بس لما وصلوا لنقطه معينه قالت له يرجع علشان ده خطر عليه، خليه هنا، وقالت له يقول لامها تجيب لها بنت تانية بقى من جيري. وفضلت ماشيه مش عارفه رايحه فين لحد ما وصلت لحيطه سد في الهواء، يعني تحس ان دي حيطه والجبال دي مرسومه عليها، وعرفت انهم تقريبا كده في حته ارض وفي حواليهم نص كوره او مربع ضخم محاوطهم. وبعدين بتفضل مش عارفه تروح فين وبتصرخ وبتلاقي باب بعيد، وبتروح لحد الباب ده وتضغط على الزرار وبيتفتح، وبتسمع صوت امها وهي بتندى عليها، وعرفت انها قريبه بس مش بتكون عايزه ترجع لها، وبتقرر تخش النفق اللي قدامها. وبعد ما بتمشي شويه وبتستخدم الكشاف، وبعد شويه الباب بيتقفل وبيتفتح في اخر النفق باب تاني، وبتلاقي بعد شويه نفسها بيتخنق ومش قادره تتحرك تاني لحد ما بيغمى عليها وتقع وحاجتها تقع في الارض، وبنلاقي حد خدها ومشي، ولما بتصحى بتعرف انها في بيتها تاني للاسف ورجعوها. وبتخرج وتبص حواليها وبتلاقي جيري بره بيقول لها ايه كنت عايزه تعرفي ايه بره؟ مفيش حاجه كلها طوب ورمل بس مفيش حياه، كان في زمان بس مع الحرب ما بقاش فيه حاجه، احمدي ربنا وعودي علشان احنا محظوظين بالمكان ده. بعدين بتخش وما بتتكلمش ولا تلعب زي الاول ولا بتبقى طايقه، وحتى على اكل جيري بيقول انه حلو، وامها مش بتسكته وبتحس ان امها خلاص بقت مبسوطه بجيري في المكان. وبعدين بتخش تنام وتكمل عد الايام المهله، وبتشوف جيري وهو بيحرق الاقنعه اللي في المكان كله، وبتعرف ان الاقنعه دي هي
الأدوية اللي هي محتاجاها علشان تعدي النفق، لأنه بسبب تغيير المناخ مش بتعرف تتنفس. ان المكان اللي هم فيه ده بيئة معمولة علشان الحياة، هو فعلا مهم وانجاز انه موجود على المريخ وعاش فيه ناس بالشكل ده للفترة دي. وبعدين امها بتحاول تتكلم معاه وتراضيها، بس ريمي ما بتهتمش بيها اصلا. وبعدين بنشوفهم تاني يوم وهم خارجين على صوت الجيتار اللي جيري بيلعب بيه، وبيقول لهم ما تيجوا تعلموني العزف. وبتقعد الام وتمسك الجيتار وبتغني الاغنية اللي كانت بتغنيها لريمي وابوها مع بعض، وريمي واقفة قدامها انا بحبك. قالت لها وانا مش بحبك، انا بكرهك وابعدي عني بقى. ورجعت بعدها الست لجيري وقالت له معلش هي بتتعود على الوضع بس ومش متعوده عليك لسه. قال لها وانا مش هفضل عايش في القرف ده، احنا بشر. وجاب مسدس وعمره واداه ليها وقال لها خدي يلا واتصرفي واعملي اللي يريحك. وما عرفتش هو عايزها تقتل نفسها ولا بنتها ولا تقتله ولا ايه. وريمي خرجت لما حست الدنيا هدوء زياده عن اللزوم. وبعدين لقت جيري خارج وامها واقفه وراه وبتحاول تقتله بالمسدس اللي بيطلع فاضي. وبعدين بتعرف انه نصب كمين علشان يختبر ولائها، ودخلت بسرعه علشان تجيب السكينه وتقتله، بس عرف هي هتعمل ايه ودخل جري وراها. وهنا ريمي فضلت بره مش عارفه تعمل ايه، وبعد ثواني لقيته خارج ورقبته ووشه كلهم دم. وبتعرف انه قتل امها وبتقعد تعيط وتحاول تهرب منه، بس هو ما بيسيبهاش وبيقول لها ما تخافيش والله مش هعمل لك اي حاجه او اضرك، هي حاولت تقتلني وكنت بدافع عن نفسي بس. وبعدين قال لها ما تدخليش دلوقتي علشان ما تشوفش امها وهي مقتوله جوه. وبعدين دخل وخد امها ونظف الدنيا ودفنها وطلعوا سوا يقروا عليها الفتحه. وبعدين نزلت تلعب مع ستيف والخنازير علشان محدش هيونس وحدتها بعد اهلها غيره. وبعدين بنشوف السنين عدت وهي كبرت، بس جيري ما بانش عليه السن علشان المكياج خلص منهم تقريبا لضعف ميزانيه الفيلم. وبعدها بنشوفه معاها وهم بيختاروا الخنزير اللي هيقتلوه، وبيديها مسدس تقتل الخنزير بيه وبتضربه بيطلع فعلا في رصاص، وبتستغرب انه امن لها. وبعدين بنشوف المكان دواجن وحشرات، وبنعرف ان فعلا جيري قوم المكان على رجله تاني، ولا انه رايح الوادي شويه وبيروح. وبعد ما بيروح بشويه بتحصله بالبندقيه وبيقول لها ايه ده هو انت اللي حته وحشك. وبعدين بيقول لها انا جبت لك معايا فوطه استخدميها وانزلي الميه شكلها طيني بس حلوه. وسابها وخرج ولبس هدومه ومشي، وهي نزلت بعده. وبعد شويه خرجت ولبست ومشيت قعدت جنبه شويه، وده خمره تشربها وقال لها خدي انت كبرتي دلوقتي وتقدري تشربي لو حب. وبعدين لما بيروحوا البيت بيقعدوا مع بعض وبيقول لها خدي جبت لك دي هديه ليك، وبيديها صوره امها مرسومه وبيقول لها انه كان راسمها زمان، وبيقول لها انها لو كانت عايشه هنا كانت هتبقى فخوره بيها قوي. وفضلت ريمي تعيط على امها وجيري حضنها وحاول يبوسها، بس هربت منه بعد المفاجاه دي ودخلت الاوضه. بعد شويه لقيته عدى عليها وساب لها الصوره على باب الاوضه ومشي. وبعدين بنشوفها تاني يوم في الورشه بعد ما لقت قناع متداري وخدته تصلحه وتتاكد انه شغال. وبعدين على الغدا قال لها فكرتي في اللي قلت لك عليه؟ قالت له مش قلت لك فكك بقى من الهبل اللي انت بتتكلم فيه ده، انا مش هبقى مراتك ولا هبقى حامل منك. قال لها هنعيش لوحدنا في الصحراء دي يعني؟ قالت له بقول لك ايه حل عن سمايه وبطل هبل، ومشيت وسابته. وبعد ما رجعت بشويه لقيته قاعد على سريرها وفي ايده القناع وبيقول لها احرقه، انت فاكره انك هتمشي وتسيبيني انا قاعد علشانك وانت قاعده علشاني؟ مش هينفع حد فينا يسيب التاني. وجريت وراه واتخانقت معاه وحاولت تشد منه القناع بتاعها بس اتعافى عليها شويه وراح موقعها وخبطت في حديده على الارض. وبعدها هو اتخض وانا اصلا اتخضيت وكنت فاكرها ماتت، بس الحمد لله ما ماتتش ولا حاجه. بعد شويه لقيناها بتفوق وهو جنبها في الاوضه يطمن عليها. وبعدين بتفوق بتقول له في ايه انت رابطني كده ليه؟ قال لها والله ولا اي حاجه، انا ما جيتش جنبك، انا بس ربطك علشان نتكلم من غير عنف. وهي اتوترت وجالها نوبه صرع وفضلت تصرخ وتقول له ابعد عني وما تقربش مني مش عايزاك. راح حاطط المسدس على دماغها وهديت وقالت له خلاص انا هسكت اهو. قال لها لو متضايقه غمضي عينك وكل حاجه هتبقى تمام ما تخافيش. وغمضت فعلا وهي بتعيط. وظهر بعدها ستيف على باب الاوضه وبصوا له وهم مستغربين. راح مطلع جزء صغير كده منه وضرب بيه رصاصه على جيري جت جنب رقبته وغرق دم. ونقام وضرب ستيف بالرصاص وبعدين خرج بره. وريمي قامت بسرعه وحاولت تفك نفسها وعرفت بعد محاولات كتير وخرجت بالبندقيه وجيري كان بره بيسيح في دم. وقال لها انا اسف ادي المسدس اهو، انا مش عايز شر، انا عايز نبقى حلوين مع بعض بس والله. قالت له صعبه دي يا اسطى للاسف. وراحت قتلها بالبندقيه وراحت دفنته. وبعدين فضلت عايشه لوحدها حبه حلوين بتراعي ستيف وتصلحه وتعمل له صيانه وبتاكل وبتشرب وتنام وتفكر هتعمل ايه لحد ما